تسمع عزيزي المشاهد عن الأخرس الصهيوني؟ أثناء الحرب الأهلية سنة 1975 ل 1990 كان بيتنقل في بعض شوارع بيروت رجل متسول رث الثياب كريه الرائحة وسخ الوجهين واليدين حافي القدمين أشعث شعر الرأس واللحية، وهو فوق ذلك أبكم أخرس. لم يكن يملك ذلك المتسول الأخرس سوى معطف طويل أسود بائس ممزق قذر يلبسه صيفا وشتاء. وكان بعض أهل بيروت الطيبين يتصدقون على ذلك المتسول الأخرس ويلاطفونه. كان عفيف النفس إلى حد كبير، فإن تصدق عليه أحدهم برغيف خبز قبله منه، وإن تصدق عليه بربطة خبز أي ما يقال 10 أرغفة لم يقبل، وإن أعطاه أحدهم كأس شاي قبله منه، وإن أعطاه مالا لم يقبل، وإن أعطاه أحدهم سيجارة قبلها منه، وإن أعطاه علبة وبها 20 سيجارة لم يقبل. كان دائم البسمة مشرق الوجه مؤدبا لطيفا مع الصغير والكبير. لم يكن له اسم يعرف به سوى الأخرس. لم يشتكي منه أحد، لا آذى إنسان ولا اعتدى على أحد ولا تعرض لامرأة، ولم تدد يده إلى مال غيره، ولا دخل إلى بناء لينام فيه، فقد كان يفترش الأرض ويلتحف السماء. كانت الحرب الأهلية الطاحنة ما زالت مستعرة، وكان الحديث عن ظروف الاجتياح وأخبار الناس وأحوالهم. ودخل الجيش الإسرائيلي بيروت وقام باجتياحها من عدة محاور، ولاقى أثناء تقدمه البطيء مقاومة شرسة من أهلها الأبطال. وعانى أهل بيروت من القصف الوحشي والقنص المخيف والقذائف المدمرة، واستغرق ذلك عدة أشهر. بينما كان المتسول الأخرس غير عابئ بكل ما يجري حوله، وكأنه يعيش في عالم آخر. ولأن الحرب تشبه يوم القيامة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فلم ينفع تنبيه بعض الناس للمتسول الأخرس عن خطورة وصول الجيش الإسرائيلي إلى تلك الشوارع والأزقة التي كان يتجول فيها وينام على قارعتها في بيروت الغربية. ومع اشتداد ضراوة الحرب ووصول طلائع الجيش الإسرائيلي إلى بيروت الغربية، يأس الناس من المتسول الأخرس فتركوه لشأنه، ووقف بعضهم عند زوايا الطرق وأبواب الأبنية يراقبون مصيره. وتقدمت جحافل الجيش الإسرائيلي واقتربت من المتسول الأخرس عربة عسكرية مصفحة تابعة للمهمات الخاصة، وترجل منها 3 ضباط، 1 برتبة مقدم و2 برتبة نقيب، ومعهم 5 جنود، ومن ورائهم عدة عربات مدججة بالعتاد مليئة بالجنود. كانت المجموعة التي اقتربت من المتسول الأخرس يحملون بنادقهم المضخرة برصاص، ويضعون أصابعهم على الزناد وهم يتلفتون بحذر شديد. كان الجو رهيبا مليئا بالرعب، والمكان مليء بالجثث والقتل ورائحة الدم ودخان البارود تنبعث من كل مكان. تقدموا جميعا من المتسول الأخرس وهو مستلقي على الأرض غير مبال بكل ما يجري حوله، وكأنه يستمع إلى سيمفونية بيتهوفن. القدر يقرع الباب، وعندما صاروا على بعد 2 خطوة منه انتصب قائما، رفع رأسه إلى الأعلى كمن يستقبل الموت سعيدا. رفع المقدم الإسرائيلي يده نحو رأسه وأدى التحية العسكرية للمتسول الأخرس قائلا بالعبرية: باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أحييكم سيد الكولونيل العقيد، وأشكركم على تفانيكم في خدمة إسرائيل، فلولاكم ما دخلنا بيروت. رد المتسول الأخرس التحية بمثلها بهدوء وعلى وجهه ذات البسمة اللطيفة، وقال مازحا بالعبرية: لقد تأخرتم قليلا. وصعد العربة العسكرية المصفحة، وتحركت العربة المصفحة وخلفها 3 عربات مرافقة، تاركة في المكان كل أنواع الصدمة والذهول وأطنانا من الأسئلة. كان بعض المثقفين الفلسطينيين ممن يتقنون العبرية قريبين من المكان، وكانوا يسمعون الحوار وقد ترجموا الحوار، لكنهم عجزوا عن ترجمة وجوه الناس المصدومة من أهالي تلك الأحياء البيروتية التي عاش فيها الجاسوس الإسرائيلي المتسول الأخرس. دمتم في أمان الله. صلوا على رسول الله. السلام عليكم.